بيبدأ فيلمنا في وسط المحيط مع أسرة سعيدة طالعين رحلة مع بعض، وبنعرف إن بطلتنا هي الأم واسمها جوليا، وبتبقى دكتورة، وجوزها عالم محيطات واسمه توم، وبيبقى عندهم ولد اسمه بين وبنت اسمها كاسي، وحياتهم سعيدة وبتبقى كل حاجة ماشية كويس. وبتقرر جوليا تنزل للبحر وتعوم شوية، وفي الأثناء ديت توم بيعلم ابنه بين الصيد، والأجواء كلها بتبقى لطيفة. بس فجأة بتحصل حاجة ما كانش حد متوقعها، وفي أثناء ما جوليا بتعوم بتحس إن في حاجة غلط في المية، بتبتدي تخاف وبتبص حواليها ولكن ما بتلاقيش حاجة، وحتى لما بتغطس تحت مش بتلاقي اي حاجه غريبه، فبتبتدي تهدى وبتكمل عوم. بس فجاه الميه بتبتدي تسحب جوليا لورا، وقتها بتتاكد ان في حاجه غلط، بتحاول تقاوم التيار وترجع تاني لعيلتها، لكن قوه التيار بتبقى مرعبه وبتسحبها بعيد. فبتصرخ جوليا باعلى صوتها وبتنادي على تومي وبتستنجد بيه. وفي الوقت ده تومي بيبدا يسمع صوت جوليا وهو جاي من بعيد، لكنه مش بيقدر يحدد مصدر الصوت او جاي منين، وعلشان كده بيبتدي يدور عليها. وبعد وقت قصير بيشوفها وهي بتغرق، فبينادي بسرعه على كاسي علشان تساعده، وبيركب المركب في اتجاه المكان اللي جوليا موجوده فيه. وبتبقى بنته عايزه تنزل وتجيب امها، لكنه بيرفض وبيقول لها تفضل موجوده مع اخوها، وبينط هو وبيروح يجيب جوليا اللي كانت خلاص على وشك ان هي تغرق. الغريب بقى هو ان لما توم بينزل للميه كل حاجه بتبقى طبيعيه، وبينقذ جوليا بسهوله. وبعدها بيتكلم معاها وبيسالها عن اللي حصل، فبتقول له انا مش فاهمه حاجه يا اخويا، انا كنت بعوم عادي خالص ومستمتعه بالميه، بس فجاه وبدون سابق انذار لقيت التيار بيسحبني لورا، وحاولت اقاوم كتير بس الموضوع كان صعب وحسيت اني خلاص هموت. وبيستغرب توم الكلام اللي جوليا بتقوله، وبيحذرها هي واولادها انهم ينزلوا للميه من غير ما يبقوا معرفين الباقيين، علشان لو الشخص نزل الميه وحصل له حاجه يلحقوا ينقذوه. فبتقول له كاسي بعد اللي حصل لامي مستحيل انزل الميه يا بابا، اصل اكيد في حاجه خطيره في الميه، والا ما كانش حصل اللي حصل. وبعد اللي حصل كلهم بيبقوا خايفين، لكنهم بيحاولوا ما يخلوش الخوف يسيطر عليهم علشان الرحله ما تبص. وبعد كده بيتجمعوا كلهم مع بعض وبيحتفلوا بعيد ميلاد بين، وبنعرف انهم اصلا طالعين الرحله ديت مخصوص علشان يحتفلوا بعيد ميلاده، وكل واحد من اللي موجودين بيقدموا له الهدايا يا صديقي. وهديتي ليا انا كمروان يا صديقي منك ليا هي اللايك يا صديقي. المهم بعدها بيتصوروا صوره جماعيه مع بعض، وفي اثناء ما هما بيحتفلوا بيجي الكاس اتصال من صديقها ادم، فبتروح تكلمه بعيد عن اهلها وبتحكي له على اللي حصل مع جوليا، وبتبقى متضايقه وشايفه ان الرحله ممله جدا. فبيقول لها ادم حاولي تستمتعي مع اهلك، ولما ترجعي هخليكي تحضري حفله جامده موت، حفله هتخليكي تنسي الملل اللي انت حاسه بيه دلوقتي. وهو بيتكلم معاها الجو بيقلب فجاه، وبيحصل برق ورعد في المكان اللي هو موجود فيه، وفجاه الشبكه بتتقطع، فبتقلق كاسي وبتروح تتكلم مع اهلها وهي قلقانه وبتعرفهم اللي حصل. فبيقول لها بقى هنشوف الموضوع ده بعدين، بس دلوقتي حاسس ان في صوت غريب بره. وبيروح هو وبين يشوفوا مصدر الصوت، وبيتفاجئوا لما بيلاقوا حيتان موجوده قريبه من المركب بتاعهم. وهنا بقى توم بيحس ان في حاجه غلط، لان وجود الحيتان دليل ان في مشكله في مركز الارض، وده لان الحيتان بتحس بالحركات الارضيه والكوارث الطبيعيه. وبيقرر توم ينزل يشوف في ايه، وبتبقى جوليا واولاده قلقانين، لكنه بيصمم ينزل، ومش بيعدي غير كام دقيقه وبيطلع وهو مجروح. وبتتخض جوليا من شكله وبتساله ايه اللي حصل يا حبيبي، فبيقول لها ان هو حس ان في حاجه وراه، ولما لف يشوف في ايه اتخبط في موتور المركب واتجرح. وبيتكلم وهو متضايق وبيقول لها مش عايز اصدمكم بس مروحه المركب باظت، واحنا حاليا في وضع لا نحسد عليه، واتمنى ان احنا نقدر نرجع. وبعدها تومي بيحاول يتواصل مع اي حد عن طريق اللاسلكي علشان يطلب المساعده، لكن لسوء الحظ مش بيبقى فيه اي شبكه ومش بيقدر يتواصل مع حد نهائيا. وهنا بقى بيفقد اعصابه وبيقول لجوليا ما كنتش عايز اقول لك كده، بس احنا في خطر حقيقي. المشكله ان الاكل اللي معانا يا دوبك يكفي 4 ايام، وبعدها مش هيبقى معانا اي اكل، ولو محدش جوه انقذنا هنموت في نص المحيط. وفي اثناء ما توم بيتكلم مع جوليا بيشوف ضوء قوي وبيروح يشوف في ايه، وبيتصدم، وده لانه بيشوف جسم عملاق مضيء ومشتعل نازل من السماء، وفجاه الجسم ده بينزل في نص المحيط. وهنا بقى توم بيقول دي شكلها ايام سودا، وبيروح لاعلى مكان في المركب علشان يشوف ايه الموضوع، وبياخد صدمه اكبر لما بيشوف جسم مضيء تاني بينزل جوه المحيط، وبيترعب لانه بيفهم ان في كارثه هتحصل. والمرعب اكتر هو انه ممكن واحد من الاجسام ديت ينزل عليهم، وبيقول لعيلته انهم لازم يتحركوا بسرعه. وفي الوقت ده في مجموعه اجسام بتنزل قريبه من المركب، وبتبقى قريبه لدرجه انهم بيحسوا انها هتنزل عليهم، لكن لسوء حظهم ان هي مش بتيجي جنبهم ومش بتاذيهم. وفجاه الدخان بيملى المكان، فبيخاف توم على عيلته وبيخليهم يستخبوا جوه المركب. وفي الاثناء ديت المركب بتتحرك بسرعه، وده لان في عاصفه قويه بتحصل، وكل شويه الوضع يزيد سوء، وبيبقى اقوى تحدي ليهم انهم يحافظوا على المركب وما تتدمرش. وكانوا فاكرين يا صديقي ان ده اسوأ وضع هم فيه حاليا، ولكن ما يعرفوش ان رياح ستاتي بما لا تشتهي السفن. وبتبدا جوليا تنزف من مناخيرها من كتر الخوف، والمركب بتتكسر بسبب العاصفه. وهنا بقى توم بيقرر يطلق اشاره الاستغاثه، وبيروح يلبس العوامات هو وعيلته، وفجاه بتحصل هزه جامده في المركب، وكلهم حرفيا بيفقدوا الوعي ومش بيفوقوا الا تاني يوم، وبيبقى خلاص العاصفه هديت، وبيلاحظوا ان في نقطه ميه بتدخل جوه المركب، فبيتحركوا في المركب علشان يشوفوا ايه اللي حصل، وبيتفاجئوا من ان المركب حرفيا اتدمر وما بقاش فيه اي جزء سليم. لكن الغريب هو انهم ما غرقوش ومش
بيبقوا فاهمين ازاي ده حصل، لحد ما بيطلعوا لسطح المركب وبيشوفوا سمك بيموت. وهنا بقى بيكتشفوا المصيبه، المحيط حرفيا جف وما بقاش فيه ولا نقطه ميه، ومن الصدمه بيلفوا يبصوا حواليهم وهم مش مستوعبين الموقف. الحوار بيبقى كانه حلم مستحيل يبقى حقيقه. وبيتكلم توم مع عيلته وبيقول لهم ممكن كلامي يبقى غريب، مع ان مفيش اغرب من الوضع اللي احنا فيه، بس تقريبا كده احنا في نهايه العالم، وعلى الاغلب معظم الناس ماتوا، والحل الوحيد ان احنا نحاول نتواصل مع الناس اللي نجوا من الكارثه اللي حصلت. وبعدها بيلاحظ ان البوصله اتجاهها مقلوب، والشمال مكانه الجنوب والجنوب مكانه الشمال، والاتجاهات كلها اتبهدلت. وبيخمن ان المحيطات ما جفتش زي ما هو فاكر، ولكن في الحقيقه المحيطات اخذت مكان اليابسه، واليابسه بقت هي مكان المحيطات. ومعنى كده ان كل الناس اللي كانوا على اليابسه غرقوا، وما بقاش فاضل الا الناس اللي كانوا في الميه. وبتصدم كاسي من تخمين ابوها لان معنى كده ادم صاحبها مات، وبتحاول امها تهديها لكنها بتبقى منهاره وبتفضل تعيط. فبتقول لها امها فوق يا موهومه يا بنت الموهومه، وبدل ما تعيطي عليه عيطي على نفسك وانت في مكان مجهول. ومش بس كده، ده كمان مفيش معانا اكل. لكن البنت بتبقى منهاره، وكل اللي شاغل تفكيرها صاحبها ادم اللي هي اصلا بتحبه. وبتحس امها ان مفيش فايده من الكلام معاها، وعلشان كده بتمشي وبتسيبها تعيط مع نفسها. وفي الوقت ده بين بينفخ البلالين اللي معاه وبيربطها بحبل، وبعدها بيطيرها فوق على امل ان حد يشوفهم وينقذهم. وبيفرح توم من اللي ابنه عمله، وبيشوف ان هي فكره ذكيه. وبعد كده توم بيحاول يطلب الاستغاثه من خلال اللاسلكي اللي في المركب، وبيفرح قوي انه اخيرا في حد بيرد عليه. وبيعرف ان الشخص ده اسمه ناو، وبيتكلم توم معاه وهو مش مصدق نفسه، وبيساله ايه اللي حصل. فبيقول له معرفش ازاي ده حصل، بس احنا في كارثه، المحيطات ثابت مكانها وغرقت اليابسه، وعلى حساب تخمينه اعتقد خلال وقت قصير كل حاجه هترجع لطبيعتها، والمحيطات هترجع لمكانها من تاني. وهنا بقى توم بيحس انه مرعوب لانه لو الميه رجعت هم هيغرقوا، وده لان المركب بتاعتهم اتدمر. وبيتكلم توم مع ناو، ولما بيعرف منه انه غواص بيترجاه ان هو ينقذ عيلته وياخدهم معاه في الغواصه بتاعته. فبيقول له ان هو ما عندوش مانع بس يوصلوا هم لمكانه، وبيوصف لهم مكان الغواصه بالظبط وبيقفل معاه. وبعد المكالمه توم بيحاول يطمن جوليا انهم هيقدروا يمشوا قبل ما المحيط يرجع لمكانه، لكن جوليا بتبقى شايفه ان هي عماله تصود ومفيش اي امل. وفي تاني يوم توم بيتفاجئ من ان في شخص مريب بيقرب منهم، وبيروح له توم وبيلاحظ ان في سلاح في ايده، فبيخاف منه وبياخد باله ان هو مجروح، وبيعرض عليه ان هو يخلي مراته تعالجه، وبيعرفه ان جوليا دكتوره. لكن الشخص المريب ده مش بيرد عليه، وبيفضل يبص للميه اللي في ايده، فبيديله توم الميه وبياخدها الشخص المريب منه وبيشربها كلها. وفجاه بيبص لتوم بشر كده وبيضربه، وبتبقى جوليا قريبه منهم فبتطلع تجري على توم وهي قلقانه. وفي اللحظه دي الشخص المريب بيطعن توم بالسلاح اللي معاه، وبتقف جوليا مكانها من الصدمه. وحتى بين لما بيشوف المنظر بيتصدم، ومن كتر ما هو مصدوم مش بيقدر يتحرك من مكانه. وهنا بقى الشخص المريب بيروح لجوليا علشان يخلص عليها هي كمان، وبتترعب جوليا منه وبتطلع تجري باقصى سرعه عندها. وهي بتجري بيرمي عليها السلاح وبتتصاب، لكنها بتقاوم وبتكمل لحد المركب، وبسرعه بتخبي كاسي وبين جوه كابينه موجوده في المركب، وبتحاول تتماسك علشان تقدر تحمي ولادها من الشخص المجنون ده. وبتلاحظ انه خلاص تحمي المركب، فبتحاول تستخبى في الحمام وبتعالج جرحها، وبتمسك سلاح وبتستناه علشان اول ما يقرب تطعنه على طول. وفي الوقت ده المجنون بياكل وكانه ما كلش من سنين طويله، وبيمشي وهو بياكل عشان يدور على جوليا. واول ما جوليا بتحس انه قرب من الحمام بتترعب وبتحس بخوف مش طبيعي، وعلشان كده بتخرج بره المركب وبتستخبى بحيث ان هو ما يشوفهاش. وبعدها بتمشي وهي بتترعش، وفجاه كلب مجنون بيقرب منها وبيهاجمها، وبتبقى جوليا خلاص هتنهار من كتر الرعب وتعب الاعصاب، لكنها بتتماسك وبتقتل الكلب بالسكينه اللي معاها، وبتمشي بسرعه علشان تلاقي طريقه تقتل بها المجنون. ولما المجنون بيلاقي كلب مقتول بينهار، وده لانه كان بالنسبه له صديقه الوحيد. وفي الاثناء دي جوليا بتتسحب وبتدخل جوه المركب علشان تقدر تقتل المجرم وتطعنه من ظهره، لكنه بياخدها على اخوانه وبيبقى حس بوجودها واستخبى. واول ما بتقرب منه بيهاجمها. وفي الوقت ده بين وكاسي بيبقوا شايفين كل حاجه من خلال الخرم اللي في الكابينه، وبيبقوا عايزين يطلعوا يساعدوا امهم، لكنهم بيفضلوا مكانهم لانهم طلبت منهم ما يخرجوش مهما حصل. وفي اللحظه دي المجنون بيسحل جوليا على الارض بقوه وبيضربها، وبتحاول جوليا تقاوم لكن قوته بتبقى مرعبه، وكان مقاتل قديم او بقاله سنين بيتخانق. المهم ان هو بيحاول يخنق جوليا وكان خلاص هيموتها، بس فجاه كاسي بتخرج من الكابينه وبيبقى معاها مسدس نار بيطلق كرات نار، وبتبص المجنون وهي خايفه فبتشجعها معاها لحد ما بتضرب عليه النار. وهنا بقى المجنون بيولع والمكان كله بيبتدي يولع، فبتخرج جوليا واولادها بسرعه وبتروح تجيب الحاجات المهمه، وبيحاول المجنون يمسكها فبتزقه وبتكمل طريقها. وبعدها بتروح لتوم وبتشوف ولادها وهم قاعدين جنب جثته ومنهارين يا صديقي، فبتقعد تعيط جنبهم وبتبقى في قمه حزنها. وفجاه بتشوف المجنون بيخرج من المركب فبتترعب اكتر، وبتشد ولادها علشان يمشوا بسرعه، وبيبقى بين مش قادر يمشي ويسيب ابوه، فبتقول له لو ما مشيتش كلنا هنحصل ابوك.
وبتاخده وبتجري، وفي النهايه بيقدروا يوصلوا لمكان يستخبوا فيه بعيد عن المجنون ده. وبتتكلم كاسي مع جوليا وبتقول لها انها حاسه ان البالونات هي اللي عرفت المجنون مكانهم. وهنا بقى بين بينهار اكتر وبيحس ان هو السبب في موت ابوه، وبتحاول جوليا تهديه وبتقول له انت مالكش ذنب، انت بس كنت عايز تنقذنا. على العموم اللي حصل قدر وكان لازم يحصل. وبيقرروا هما الثلاثه انهم من اول اللحظه دي لازم يحاربوا يا صديقي علشان يعيشوا في هذا العالم المجنون. وبيبداوا يتحركوا من المكان اللي هما فيه، وبيشوف بين سمكه عملاقه فبيروح يشوفها اذا كانت تنفع تتاكل. وفي اللحظه دي جوليا بتشوف ظل بيقرب منهم، ولما بتبص من المنظار بتكتشف ان الظل ده بتاع الرجل المجنون. فبتشد بين بسرعه وبتطلع تجري، وبيجروا هما الثلاثه لحد ما بيقدروا يهربوا من المجنون. لكن بعد ما بيهربوا جوليا بتكتشف ان بين عنده جفاف ولازم يشرب بسرعه والا هيموت، وبتخرج الميه اللي معاه علشان تخليه يشرب. وهنا بقى بتاخد الصدمه لان كاسي نسيت الازازه مفتوحه وما بقاش فيها الا نقطه واحده، وبتدي لبين النقطه اللي فاضله، وبتتخانق مع كاسي لانهم بسببها ممكن يموتوا من العطش. وبتنهار كاسي وبتقول لها كده كده هنموت سواء كان معانا ميه او لا، ولا انت ما شفتيش ازاي المجنون ده قتل ابويا. وبتقول لها اخرسي واكيد يعني هنلاقي طريق علشان نقدر نعيش بيها. وبيكملوا طريقهم لحد ما بيلاقوا طياره غرقانه في المحيط، وبيقرروا انهم يرتاحوا جوه الطياره دي وبياكلوا الشوكولاته اللي جوليا جابتها من المركب. وبعدها بيقعدوا يعيطوا على توم ومش بيبقوا قادرين يتقبلوا فكره ان هو مات خالص. وبتحاول جوليا تهدي ولادها، وعلشان تخرجهم من الحاله اللي هما فيها بتحكي لهم ازاي قابلت توم وحبته. وهي بتحكي بتحس انها مش هتقدر تعيش من غير توم، وبتنهار وبتفضل تعيط. وبعد ما كلهم بيناموا كاسي بتصحى وبتحس ان هي مخنوقه، وعلشان كده بتقرر ان هي تطلع تقعد بره لوحدها شويه. وفجاه المجنون بيجي من وراها وبيقرب منها ببطء وبيبقى عايز يخلص عليها، لكن جوليا بتيجي على اخر لحظه وبتهاجمه من ظهره. وبعدها بتفضل تطعن فيه بالسكينه اللي معاها، وبتطعنه اكتر من طعنه علشان تتاكد انها خلاص خلصت منه بشكل نهائي. وبتدخل في حاله هستيريا وبتفضل تطعن فيه حتى بعد ما مات. خد وخد وخد، ودي عشان توم. فبتقرب منها كاسي وبتقول لها كفايه يا ماما، وبتاخدها وبتهديها وبتقول لها يلا نرجع للطياره. والصبح بيكتشفوا ان في حد اكل من جثه المجنون، وبيبقى المنظر مرعب. وبتقول لهم جوليا ان معنى كده انهم في خطر ولازم يتحركوا بحرص، لكنهم بيتفاجئوا من ان بين بيسبقهم، ولما بينادوا عليه مش بيرد، وبيروح يشرب من بركه ميه قذره كده. وبتتخض جوليا وكاسي من المنظر، وبيشدوه وبيقولوا انهم مقدرين ان هو ما بقاش قادر يستحمل العطش، لكنه لو شرب بالطريقه ديت هيموت بالمرض. وبعدها بيكملوا طريقهم وبيجمعوا البلاستيك اللي موجود في المكان، وبيعملوا مكان ينفع انهم يباتوا فيه. وبتنام كاسي وبين من التعب، بس جوليا مش بتقدر تنام، وبتروح تراقب الوضع، وبتتفاجئ من ان في كائنات شبه العقارب بتقرب منهم وباعداد مهوله. وقتها بقى بتحس بالخوف لان مش معاهم اي سلاح يهاجموا بيه، وبتطلع تجري على كاسي وبين وبتصحيهم وبتقول لهم انهم لازم يمشوا بسرعه من المكان ده. وبسرعه بيتحركوا كلهم وبيجروا باقصى سرعه عندهم. وفي اثناء ما هم بيجروا بيشوفوا مكان فيه ناس تانيين، وبتبقى واحده من الناس دولت عايزه تساعد جوليا، لكن اللي معاها بيرفضوا، وده لان ما بقاش فيه امان وممكن يبقى جوليا واولادها يبقوا خطر عليهم. وبياخدوا الست ديت وبيدخلوا جوه المكان اللي عاملينه علشان يعيشوا فيه، وبيقفلوا الباب في وش جوليا واولادها بالرغم من ان جوليا بتترجاهم انهم يساعدوها. وهنا بقى جوليا بتقرر ان هي ما تستسلمش، وبتخلي اولادها يطلعوا لفوق المكان ده، وبتحاول هي كمان تطلع وراهم، لكن بسبب العمر حركتها بتبقى ابطأ منهم. وفي اللحظه دي الكائنات المفترسه بتوصل وبتجرح رجليها، وبتبقى خلاص هتخلص عليها، لكن جوليا بتطلع لفوق على اخر لحظه. وبيحاول الناس اللي فوق المكان يقتلوا الكائنات دي وبيضربوا الرصاص عليها، لكن الكائنات دي اعدادها بتبقى رهيبه والرصاص مش بيأثر فيها. وفي الوقت ده جوليا واولادها بيبقوا قاعدين فوق سطح المكان وهم مرعوبين، وبتحس جوليا بألم رهيب في رجليها بسبب الجرح، لكنها بتقرر انها تقاوم الألم وبتقطع الشال بتاعها وبتربط رجليها. لكن فجأة بتنهار وبتفقد الوعي، وبتحاول كاسي تفوقها، لكن جوليا بتحس ان الألم هيهزمها ومش هتقدر تقاوم اكتر من كده. بس بعد شويه وقت بتقوم وبتصدم لما مش بتلاقي بين وكاسي جنبها، وبتنادي عليهم بصوت عالي لكنهم مش بيردوا عليها، فبتقلق انه يكون حصل لهم حاجه وبتنزل من على السطح. وهنا بقى بتكتشف ان الكائنات المفترسه خلصوا على الناس اللي رفضوا يساعدوهم واكلوا لحمهم كمان، وبتفهم من شكل الجثث ان الكائنات دي هي نفس الكائنات اللي اكلت المجنون. وبتاخد السلاح اللي كان معاهم وبتفضل تنادي على بين وكاسي. وفي الوقت ده كاسي بتيجي وبتحضنها وهي مبسوطه ان هي لسه عايشه، وبتقول لها ان هم ما تخلوش عنها، هم بس راحوا يدوروا على حد يساعدهم علشان يقدروا ينقذوها لانهم حاولوا يفوقوها كتير وما فقتش. فبتقول لهم جوليا ان هي بقت كويسه وبتحضن بين وبتهديه. وبعدها بيقرروا انهم يستولوا على المكان اللي هم فيه، وبيجمعوا كل الاسلحه اللي موجوده في المكان علشان يستخدموها ويدافعوا بيها عن نفسهم. وبتعالج جوليا نفسها بالاساليب البدائيه، وبيبقى الموضوع مؤلم لكنها بتستحمل يا صديقي، هتعمل ايه يعني. وبعد كده بيلاقوا ميه فبيشربوا وهم مش مصدقين نفسهم انهم اخيرا شربوا ميه، وبيفتشوا المكان كويس وبيلاقوا
لا لاسلكي. وهنا بقى الامل بيرجع لجوليا وبتتواصل مع ناو اللي كلمته هي وتوم قبل كده وطلبت مساعدته. وبنلاحظ ان ناو كمان مجروح، وده لانه دخل في معركه مع الكائنات المفترسه وبعض البشر اللي حاولوا يستولوا على الاكل والميه اللي معاه. وبتبعد جوليا عن ولادها وبتقول له انا مش فارق معايا حياتي، المهم انك تنقذ كاس وبين. فبيقول لها ان هو هيحاول ينقذهم هما الثلاثه، وبيبعت لهم اشاره بمسدس الاستغاثه اللي معاه علشان يقدروا يحددوا مكانه بالظبط ويروحوا له. واول ما جوليا بتشوف ان الاشاره قريبه منهم بتحس بالامل وبتبتدي تتحرك هي واولادها في اتجاه ناو. وفي اثناء ما هما ماشيين الدنيا بتمطر، وعشان كده بيقرروا انهم يمشوا جنب الصخور علشان يعني تحميهم من المطر ويقدروا يكملوا طريقهم. لكن فجاه بتحصل حاجه ما كانتش متوقعه، والصخور اللي هما ماشيين جنبها بتبتدي تنهار. واول ما بيحصل الانهيار جوليا بتخاف على بين وكاسي، وعلشان كده بتزقهم بعيد، وفجاه بتنزل صخره عملاقه وبتسد الطريق بينهم. وبسبب اللي حصل جوليا بتتحبس في مكان لوحدها، وبتنهار كاسي لان مفيش طريقه تقدر تنقذ بيها امها. فبتقول لها جوليا انا خلاص مش قادره امشي، اهربي انت واخوكي وروحي الناو وهو هيساعدكم، امشي يا بنتي. وهنا بقى كاسي بتنهار اكتر وبتفضل تصرخ يا صديقي، وبتقول ان هي مهما حصل مش هيمشي من غيرها. فبتزعلها جوليا وبتقول لها لازم تمشي، خدي بين وامشي دلوقتي حالا. وبتنهار وبتفضل تعيط وبتقول لها ارجوك يا بنتي امشي. فبتفهم كاسي ان امها ضحت علشانهم يا صديقي، وما ينفعش انها تضيع تضحياتها ديت على الارض، وعلشان كده بتشد بين غصب عنه وبتقول له ان هما لازم يمشوا. وبتحركوا باقصى سرعه عندهم لحد ما بيوصلوا للغواصه، وبيفضلوا يخبطوا وهما بينادوا على ناو. وفجاه ناو بيظهر وبتتخض كاسي من كميه الجروح اللي في جسم ناو، وبتقول جواها بقى ده اللي هينقذنا، ده محتاج اللي ينقذه. فبيقول لها ناو انه على حسب خبرته في علم المحيطات الميه هترجع في اي لحظه، وعلى الاغلب مفيش قدامهم الا دقايق بسيطه، وبينصحهم يدخلوا جوه الغواصه علشان يقدروا يعيشوا لما الميه ترجع. وهنا بقى كاسي بتحس بالامل وان الكابوس اللي هم فيها ينتهي، وبتقرر ان هي لازم ترجع وتنقذ امها علشان تخليها تركب معاهم الغواصه ويعيشوا كلهم مع بعض. وفي الوقت ده جوليا بتقاوم الكائنات المفترسه وبتحاول تقتلهم باستخدام البندقيه اللي معاها، ولكن الرصاص اللي معاها بيخلص والكائنات بتقرب منها بشكل مرعب يا صديقي. وهنا بقى جوليا بتنهار وبتحس انها خلاص هتموت ومفيش اي امل ان هي تهرب، وبتقف مكانها وهي مستسلمه وبتعيط ومستنيه مصيرها المؤلم. ولكن فجاه كاسي بتظهر بتيجي وبتمد لها ايديها من فوق الصخور وبتقول لها يلا يا ماما بسرعه. فبتبص لها جوليا وهي مش مصدقه ان جالها فرصه للنجاه، وبتحاول تطلع فوق الصخور علشان توصل لكاسي قبل ما الكائنات المفترسه ديت تيجي وتخلص عليها. وبعد معاناه بتقدر توصل لفوق وبتمسك في ايد كاسي وبتهرب، وبيفضلوا يجروا لحد ما بيوصلوا الغواصه، وهناك ناو بيبقى قاعد على الارض وبيقاوم الالم. وفجاه الكائنات المفترسه بتيجي وبتشده بعيده وبياكلوها صديقي. وبتطلع جوليا واولادها على سطح الغواصه، وفجاه الكائنات بتنتشر في كل مكان وعددها بتزيد، وبتحاول جوليا تقتلهم، بس وقتها الرصاص اللي بتضربه مش بيأثر فيهم. وبعد تعب جوليا بتقرر ان هي مش هتحاول اكتر من كده، وبتنزل جوه الغواصه وبتقفل باب الغواصه كويس علشان محدش من الكائنات ديت يدخلوا لها جوه الغواصه. وبتقف هي واولادها بيبصوا من ازاز الغواصه على الكائنات المفترسه وهي بتحاول تدخل، وفجاه بيشوفوا ميه المحيط وهي بترجع مكانها صديقي، وبيحسوا انهم مش مصدقين نفسهم، وبتخليهم جوليا يربطوا الاحزمه الامان بسرعه. وفجاه الميه بتنتشر في كل مكان وبيبقى ضغط الميه قوي لدرجه ان جوليا واولادها بيحسوا ان الغواصه هتتدمر، وبتحس جوليا ان ديت نهايتها، وبتبتدي تشوف كل الاحداث اللي حصلت معاهم اخر فتره، وبتغمض عينيها وهي حاسه باليأس. وبعد شويه وقت جوليا بتفوق هي واولادها وبيلاقوا نفسهم لسه جوه الغواصه، ولما بيبصوا من الازاز بيكتشفوا ان الغواصه على سطح الميه، ومعنى كده انهم نجحوا في انهم ينقذوا حياتهم. وبيطلعوا من فتحه الغواصه وبيبصوا حواليهم وهم مش مصدقين نفسيهم، وبيبقى خلاص كل حاجه رجعت لمكانها، والميه رجعت للمحيط، واليابسه رجعت تاني لطبيعتها. اي نعم انها بقت متدمره بسبب اللي حصل، لكن المهم ان الحياه رجعت زي ما كانت. وبتحضن جوليا ولادها وهي بتحلم بحياه جديده معاهم، وبيكونوا مفتقدين ابوهم قوي يا صديقي. وبكده تكون رفعت الجلسه. عايزين نوصل الفيديو ده ل 8000 لايك، لا خلينا 4000 لايك علشان نكون قدها صديقي. وعلشان اعرف كم واحد وصل للنهايه ابعت لي قماشان بحر او سفينه في التعليقات، وقول لي كل اللي نفسك فيه، لان انا بقرا تعليق وبرد عليه. بتحب الاكشن هتلاقي، بتحب التشويق والغموض موجود عندنا، بتحب الرومانسيه برضه موجود، فاللي جاي كتير. ما تنساش انك تخش على القناه وتشوف كل اللي فات، لانك صدقني كل اللي هتشوفه فوق العظمه، وتكون على استعداد وتفعل زر الجرس وتستنى الجديد. وانا متاكد ان الفيديو اللي هيظهر قدامك ده قصته هتعجبك. وبس كده، سلام.